قلبك يطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم عليه سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. نبدأ النهاردة بقى القمة. النهاردة أقاويل كل شوية الحنفي على الفار، الحنفي اتشال من الفار واتحط أحمد الغندور، وأحمد الغندور عنده حكم بكرة، عنده ماتش بكرة في تونس، هيقعد هو على الفار ليه؟ طب نقول بقى تشكيل الحكام، هنجيب حكام أجانب، لا ما لحقناش نجيب حكام أجانب، مشكلة بين الرابطة والاتحاد، ده الأهلي طلب متأخر، هنوصل ازاي يعني؟ وفي الآخر محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك والأهلي. أعلن الاتحاد المصري لكرة تعيين محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك والأهلي، ويستعد الزمالك. طبعا فيها قويل بتقول إن البسيوني زملكاوي، ويقول لك في بلده وقريته وأهله وعشيرته والناس بتقعد تسأل، وقال لك إن هو في الأصل زملكاوي. واستعد الزمالك لمواجهة منافسه الأهلي في مباراة سموحة اليوم، واستقرت لجنة الحكام على تعيين بسيوني حكما للمباراة، ويعاونوا سامي هلهل وأحمد توفيق طلب وحماد القلاوي حكما رابعا، وأحمد غندور حكما للفيديو، ويعاونوا محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح. وأرسل النادي الأهلي خطابا رسميا يوم الاثنين إن هو أمس يطلب فيه التأكد عن إقامة في وجود طاقم تحكيم أجنبي، ولكن كان الرد من لجنة معركة في رابطة الأندية. الأهلي بيقول واتحاد الكرة ونحن سندفع ثمنها. لا نخش بقى ونكسب، نخش بقى يا باشا، يكسب يطحن بقى النهارده، مش في كلام من ده. فما ينفعش الكلام ده. تمام. يلتقي الأهلي مع الزمالك في مساء اليوم على استاد القاهرة. والأهلي كان طلب يا جماعة حكام أجانب وما حصلش. بقى ما يحدث هي عبارة عن معركة بين رابطة الأندية واتحاد الكرة والأهلي، من سيتحمل ثمنها، ولابد أن يكون هناك وقفة. الأهلي عامل اجتماع دلوقتي يعني من الساعة 11:30، يكونوا لسه ما خلصوش، ماشي، عشان لحفظ حقوق النادي من أزمة القمة. اجتماع طارئ. اجتماع طارئ يوم اليوم. كان الأهلي قد ورابطة الأندية قاعدة رغبتهم في تعيين حكام أجانب بخطة المباراة، وعلى اتحاد الكرة تعيين محمود سامي حكما للمباراة. نشر الأهلي حسب حساباته يعقد مجلس إدارة الاجتماع تقريبا في 11 صباح الثلاثاء اليوم لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات الحفاظ على حقوق الأهلي بما يخص أزمة القمة. أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا يوم الاثنين لاتحاد كرة القدم يطلب فيه التأكيد على إقامة المباراة في وجود طاقم تحكيم أجنبي. طلب الأهلي تحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية مسؤوليتهم تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة. وفي معركة لسنا في معركة مع اتحاد الكرة، ولكن هدفنا الحفاظ على المنافسة وتكافؤ الفرص والعدالة في الدوري. بشأن الخطاب المنسوب لرابطة الأندية القسم الأول المنتشر على منصات التواصل تاريخ 9/3 ضمن طلب الاستعانة بحكام أجانب ومباريات الزمالك والأهلي في دور كذا والمحدد لها 11/3 لم يصل للاتحاد حتى تاريخه أي خطابات. طيب هل هنشوف بقى ناصر منسي يا باشا؟ تأكد غياب ناصر منسي على الزمالك في ماتش الأهلي، وناصر بقى بينزل يعمل فارق، بس خلاص عنده مشكلة، كان بيحاول يرجع وقال لك مشكلة في العضلة الضم. يغيب ناصر منسي مهاجم الزمالك والهداف الفريق عن قائمة الفريق مواجهة الأهلي في الجولة الأولى من المرحلة الثانية.
ماشي، يشكو من العضلة الضامة. تمام. وغاب المهاجم أمام مودرن سبورت، وينافس الزمالك بقى إيه على المركز، هو إيه في المركز التالت. طيب محمد صلاح طلع إشاعة كده إن هو عرض نفسه على برشلونة. بالتالي هذه المعلومات كشفت صحيفة سبورت عن وجود رغبة من محمد صلاح نجم في الانضمام لبرشلونة بالموسم المقبل. وفقا لسبورت أن صلاح قد عرض نفسه على النادي الأسباني انضمام إلى صفوفه العام المقبل، وانتهى عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني الانضمام. شأن صاحبه مثال للاعب الذي يحب برشلونة لتعزيز صفوفه به. وعلى الرغم من ترحيب برشلونة ضم صلاح أن الحالة الاقتصادية للنادي قد تقف في وجه التعاقد معه، خاصة مع حصوله على عرض كبير من الهلال السعودي مقابل 50 مليون يورو في الموسم. تخفيض صلاح لراتبه الحالي الذي يحصل عليه مع ليفربول سيكون هو شرط انضمامه لبرشلونة وفقا لسبورت. ويأمل برشلونة في تخفيض عقد صلاح في رغبته في الاستمرار في اللعب على مستوى تنافسي عالي في حالة رحيله عن إيران. ولعب صلاح 41 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، تمكن من تسجيل 32 هدف وصناعة 22 آخرين. التشكيل بقى النادي الأهلي المتوقع. ماشي، هنقول الأهلي بقى، الزمالك يعني مش هعرف أتوقعه. حراسة المرمى محمد الشناوي. الدفاع كريم الدبيس، أشرف داري، رامي ربيعة، محمد هاني. الوسط مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، وممكن أحمد رضا يبدأ برضه. الهجوم أشرف بن شرقي وأسامة أبو علي وجراديشار. وإن شاء الله نتمنى فوز النادي الأهلي بإذن الله. ونشوف نتائج بقى المباريات بتاعت الأمس. امبارح كان بيلعب النصر ضد استقلال طهران، كسب 3-0. ويست هام ونيوكاسل 1-0. لاتسيو اودونيزي 1-1. سبانول وجيرونا 1-1. بشكتاش وغازي 2-1 لغازي. السد والوصل 3-1 للسد. فمجلساو وريو افي في الدوري البرتغالي 1-0. طبعا النهارده أهم الماتشات في الدوري المصري الزمالك والأهلي. وليفربول هيلعب الساعة 10 وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ماتش مهم جدا. وبرشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا بس بدري، ده الساعة 8 إلا ربع. باير ليفركوزن وباير ميونخن الساعة برضه 10. انتر وفاينورد الساعة 10. مودرن سبورت بقى في الدوري المصري وسموحة الساعة 9:30. والجونة والاتحاد السكندري 9:30. وحرس الحدود وبتروجيت 9:30. وفي دوري آسيا الأهلي السعودي والريان دوري أبطال آسيا الساعة 8. والهلال وبختكور الساعة 8. ومنتخب السويس ونادي في دوري المحترفين 9:30. وطنطا والسكة الحديد في 9:30. والمنصورة والقناة 9:30. ورايا الرياضي والترسانة 9:30. وديروت وسبورتنج برضو المحترفين 9:30. بكرة برضو في دوري أبطال أوروبا هنشوف ماتشات مهمة. ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الرومنتادا هنشوفها. وبرضه الدوري المصري بيراميدز والمصري. والدوري أبطال أوروبا أرسنال وإندهوفن وأستون فيلا وكلوب بروج وليل وبروسيا دورتموند. وبرضه الدوري المصري فاركو والبنك الأهلي وغزل المحلة وزد. ودوري المحترفين وادي دجلة متصدر هيلعب كهربا إسماعيلية. والمقاولين وبترول الأسود كله يا جماعة 9:30. واللافيينا وبوغير 9:30. بروكسي وبلدية محل 9:30. وأسوان والداخلية 9:30. وصلى على الحبيب قلبك يطيب. وإن شاء الله نشوفكم بعد الماتش الأهلي والزمالك، ويكون الأهلي كسبان 2-0 أو 2-1 إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، وصلى على الحبيب يطيب ورمضان كريم.